السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. يلا نبدأ كلامنا بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا نزلت لكم كحكة قبل كده وقلت لكم إن شاء الله كده هنزل لكم البسكوت. أول حاجة احنا هنعملها، هنجيب بولة وهنجيب كوباية سمنة وكوباية إلا ربع سكر بنفس مقدار الكوباية اللي اتعايرتي بيها السمنة. وبعدين هنفضل نخلطهم مع بعض أو نضربهم مع بعض كده بالمضرب السلك لحد ما يدينا القوام اللي احنا شايفينه ده. وانتوا شايفين القوام عامل ازاي؟ لازم يوصل القوام كده عشان البسكوت ينجح معانا. وبعدين هنجيب كوباية برتقال وبرضه هنضرب كده، نضرب كويس كده. وبعدين نحط بيضة وبرضه نضرب كويس الخليط مع بعضه. وبعدين بيكنج باودر وفانيليا وذرة ملح نحطهم عليها برضه ونضرب، بس ما نكترش البيكنج باودر. نضرب برضه كويس. وبعدين بشر البرتقال، نحط بشر برتقال نضرب برضه كويس. وبعدين هنبتدي مع بعض نحط الدقيق. كل ما نحط كوباية انت كده ما تضربيش بعد ما تحطي الدقيق على طول، ما تضربيش عشان لو ضربتي كده البسكوت هينشف معاكي. تثبتي كده واحده واحده كده بالراحه، تحطي كوبايه كوبايه وبعدين تقلبي بالراحه كده. وبعدين اول ما الدقيق كده يشرب زي ما احنا شايفين كده، بايدك بالراحه كده برضو بالراحه من غير عجن كده. ولو حسيت ان دي زي ما احنا شايفين كده وعمل معانا اهوت، هنقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي. حبه دقيق صغيرين خالص كده تحطيهم عليهم وهيديك النتيجه اللي انت شايفاها دي. خليكي شفت عجينه البسكوت عامله ازاي، جميله ازاي. وبعدين هنجيب القمع الكيس الحلواني زي ما انتم شايفين كده. احنا ما عملناش بالمكنه، احنا عملنا بالقمع الحلواني. وبعدين نجيب الصاج ندهنه زيت. وبعدين بالقمع كده واحده واحده كده نحط البسكوته كده زي ما احنا شايفين. وبعدين نيجي فاصلينها عن بعضها. وبعدين نحط البسكوت برضو نفصل كده زي ما احنا شايفين كده لحد ما الصاج ما يخلص معانا. نكونوا طبعا مجهزين الفرن مولعينه. نيجي حاطين الصاج في الرف اللي في النص، واول البسكوت ما يحمر معانا زي الكحك بالظبط كده من تحت، نيجي مولعين عليه الشوايه ومديرين الصاجه عشان يدينا الوش الحلو الجميل ده، يا دوبك يحمر كده. اتمنى لو البسكوت عجبكم ما تنسوناش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. واتمنى يكون الكحك والبسكوت عجبوكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبالهنا والشفا.